السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. وتعالوا النهارده اقول لكم على سر كبير من اسرار وخبايا اي شيء بتقابله في اي عزا. بيعمل لك القرفه دي. تعالى معلش اقرا معايا التصوير كده. بيعمل لك القرفه ده بالشكل ده والجمال ده والحلاوه دي، فانت بيجيلك هوس من ايه؟ ان انت محتاج تعرف الطعم ده معمول ازاي. ما انا بروح اجيب قرفه من عند العطار بنفس الشكل ونفس كل حاجه، بس ما بيكونش نفس الطعم ده. هل معقول ان في خلطه سر؟ في خلطه سر. في خلطه سر موجوده عند العطار وموجوده عند شيف. في خلطه سر. طب محتاج تعرفها؟ طب تعالى اقول لك عليها، بس قبل ما اقول لك عليها ما تنساش تضغط لايك دلوقتي وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني متابعينا الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. تعالوا بقى الاول اقول لكم على المكونات اللي احنا هنستخدمها معانا. اولا هجيب معايا خلنجان، وهجيب معايا اللي هي القرفه الحمراء. بعد كده هكتب لكم طريقه تحضير القرفه الحمراء. وهجيب معايا لبن بودر، وهجيب معايا جوز الهند، وهجيب معايا جنزبيل نيجيري درجه اولى، وهجيب معايا الزبيب، وهجيب معايا السمسم. طيب تعالوا بقى نقسمها مع بعض بنسب متساويه. او تعالى اقول لكم على المقادير. عاوزين انتوا بالمعلقه مفيش مشكله، عاوزين هقول لكم لو انت مثلا عطار او لو انت شيف عاوز تعرف التحويجه هقول لك تقسمها ازاي. ولكن تعالى نقيسها الاول مع بعض بالمعلقه كده. تعالوا كده. اولا هناخد مقدار 1 2 3 4 معالق من القرفه. تمام. ما يعادل 150 جرام. تمام. وهناخد عليهم معلقتين من لبن البودر، وهناخد عليهم هنيجي الاول هنا على الجنزبيل. على حسب بقى الجنزبيل طبعا اختياري مش اجباري، انت ممكن محتاجها تكون حاره شويه. تمام. وده الافضل طبعا عشان يقوي جهاز المناعه معاك. محتاجها تكون وسط عادي براحتك. فانا بخليها وسط، بخلي قيمه 3/4 معلقه من الجنزبيل، لان الجنزبيل ده نيجيري درجه اولى. تمام. وباخد برضو عليهم قيمه معلقه كبيره من جوز الهند. تمام. عليهم معلقتين من السمسم. وهنا بكون معايا الزبيب اختياري، انت محتاج زبيب مفيش مشكله، ولكن انا باخد قيمه نص معلقه من السمسم زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. طيب التركه فانا عندي هنا بقى باخد معايا هنا اللي هو الخلنجان الافضل يكون مطحون فريش على ايدك. وببدا ان انا اخد رشه من الخلنجان كده. باخد منه قيمه نص معلقه بس. بيطلع معايا الشكل اللي هو الشكل الجميل ده. طيب شايفين الشكل قاعد عامل ازاي معايا؟ ببدا ان انا اخليه كخليط او كمزيج. وهو لسه في تركه تاني في الاخر. في تريك. ببدا ان انا اخلطه مع بعضه كده لحد ما يكون مزيج متماسك مع بعضه. وفي تركه اخيره هقول لكم عليها، تركه مهمه جدا. التركه الاخيره اللي هقول لكم عليها ديت هي اللي هتميز. بس قبل ما اقول لك يا صديقي على التركه الاخيره، بالله عليك ما تنساش تدعمنا بلايك دلوقتي. يعني انا والله العظيم بحبكم في الله وحابب ان انا استمر معاكم على اليوتيوب. بس استمراري معاكم وان انا كل يوم انزل لكم خبايا واسرار خاصه بالعطارين مرتبط ان انتوا تعملوا لايك وتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. طب التركه الاخيره ايه بقى؟ التركه الاخيره بعد ما نقلبها كده ونخليها مزيج متصل ببعضه كده زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب التركه الاخيره معايا ايه بقى؟ التركه الاخيره معايا اللي هي ميه الورد. طب ميه الورد لو انا ما عنديش بودر والبودر هيكون افضل طبعا، بس صعب ان انت يكون موجود. ممكن تجيبه من شركه كمينه، بيجي بودر من شركه كمينه. طب انا ما عنديش ورد بودر، بعمل ايه؟ بجيب اللي هي الازازه اللي هي ميه الورد اللي هي العاديه وتكون مخففه عادي، ما عنديش مشكله عشان الريحه ما تكونش نفاذه. وابدا بعد ما انا عملت المزيج والخليط ده ببدا ان انا ارش عليه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. كده يعني قيمه معلقتين او معلقه كبيره او معلقه ونص من ميه الورد على حسب ما انتم محتاجين. وابدا ان انا اقلبها تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. ولو تلاقيت فيه تكتلات ولا حاجه ده الزبيب مش تكتلات منه، وفي الاغلب ما بيحصلش تكتلات يعني. وابدا ان انا اضيف تاني برضو لان انا قلت من معلقه كبيره لمعلقتين. تمام. حسيت ان هي محتاجه تاني مفيش مشكله، ابدا ان انا اضيفه كده زي ما حضراتكم شايفين. وابدا ان انا اقلبه في نفس الوقت، ما اسيبوش لان لو سبته ونشف بيتكتل معايا كده زي ما حضراتكم شايفين كده. وابدا ان انا اجيب البرطمان بتاعي واعبيه فيه واعمل منه، اخد منه مثلا زي ما انا محتاج مثلا معلقه هيديني
طعم جميل، طعم غير طبيعي. ميه الورد معاه بتديني طعم خرافي اقسم بالله يا جماعه. وكل ما انا سايبه كده كل ما هي هتنشف، وميه الورد بتكون ظاهره معاه، وهيطلع معايا بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفين كده. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو معاكم. ما تنسوش لو انتوا استفدتوا اي معلومه النهارده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على سيدنا النبي، ولايك منكم حلو دعما كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واجمل واحسن متابعين في الدنيا كلها.